وهي تنظر خلف قضبان السجن، تتذكر الماضي القريب، لا تتحسر، لا تشعر بالندم. ولما؟ وهي بين أحضان القدر، جميلة جميلة في بداية العشرينات من عمرها، عاشت حياة امرأة في الستين وهي بنت الزهور. أكتب مذكراتي وأنا على حافة الموت، أشرب من كأس الظلام الحالك وأقول قصتي، جالسة على حافة الرصيف أحتمي بأشتات القدر في يوم ماطر وقطرات الندم تتساقط. نعم، إنه اليأس من الحياة، آخر مراحل الاكتئاب. لا مكان للخوف في حياتي، سأنتقم أكيد، ومن غيره من القدر المشؤوم. وأنا أقف على باب منزله، أطرق الباب بكل قوتي على أمل أن يفتح وأخطو أولى خطوات النجاح. فتح الباب، لا أرى سوى خيال أسود مبتسم ابتسامة النصر، إنه الوحش المدعو بخالد. وهي شاردة الذهن حتى سمعت صوت القدر وتبسمت، قال خالد: شرفتنا بزيارتك يا قمر. ردت جميلة تضحك وهي تصطنع الغباء: نعم، أتيت لأنفذ رغبتك وسأظل هنا حتى لحظة الخلاص. أجابها خالد ولم يأخذ كلامها على محمل الجد، وتبسم وعلامات الاندهاش والفرحة واضحة على تقاسيم وجهه الشيطاني. ونعم الاختيار. وضع يده على خدها وقال: ستكونين فراشة قصري، لا تقلقي، ستعيشين أميرة داخل قلبي. بعد ساعة واحدة أنظر، أبتسم، أضحك بكل قوتي وأنا أشاهد جثمان معذبي، قتلته، أحس بسعادة تغمرني. ولما؟ وأنا خلصتكم من الشيطان، أسد آدمي وثعلب الفتيات. أسمع أصواتي في كل مكان، صراخ ثم صراخ ونحيب، رجال الشرطة في كل مكان. لا مجال للهروب، لا مفر من العقاب، العقاب الإلهي. 20 سنة داخل قضبان السجن لفتاة في 20، امرأة في 40، هذا حكمي. سأعيش ما بقي من عمري لأسرد قصتي. السجينة الأولى، وعلامات التعب والإجهاد ظاهرة على محياها. أختي، هل لك أن تصنعي لي معروفا؟ ردت السجينة الثانية: القسوة، الصرامة، هذه صفاتها، إنها زعيمة الأشواك، ماذا تريدين؟ ابتسمت: الهاتف من جديد، لا أستطيع. ردت السجينة الأولى وهي تتوسل إليها كما لو أنها ملاك: أرجوك، أحس أن ابنتي تناديني، أريد أن أكلمها، أريد أن أسمع صوتها، أنا سأنفذ كل ما تطلبينه، لكن أريد فقط 5 دقائق لأهاتفها. أرجوك أن ترحمي شيب رأسي وهون عظامي، أتوسل إليك. ردت السجينة الثانية وهي تصطنع الذكاء وسط شفتيها لتنفذ رغبتها: ستكلمينها، تعالي خذي الهاتف، تعالي. وهي ذاهبة إليها حتى سمعت صوتا من أقصى الزنزانة، وعلامات الاندهاش واضحة على محياها وعلى كل من في المقصورة. نعم، نطقت أولى كلماتي، سمعوا صوتي أخيرا. مر شهر على دخولي بيت السعادة، لا أكلمهم. أسمع صوتا بداخلي يطلبني للنجاة، صوت طفلة في 12 من عمرها تطلب حنين أمها، تريد الدفء. أحضان متفرقة لا تجسد سوى رغبة جامحة في أجسادهم. طفلة 12 تطلب المساعدة، ليس هناك منقذ،
أشعر بالبرد الشديد. خوف، صياح كلاب، أياد عطشانة تطلب المزيد. أصرخ ثم أنادي. خوف انتابني وودعت حياتي على صاخة أفقدتني شغفي. السجينة الأولى: استيقظي، ماذا حصل لك؟ هل شاهدت كابوسا مرعبا؟ جميلة وهي تنظر إلى السقف بدون حراك. إنها دمعة الاشتياق تسقط من عيني، لا صوت سوى صوت أنفاسي يسود المكان. السجينة الثانية: وهي قلقة بل خائفة وتحاول الإنكار. ماذا بك؟ ألست تريدين الهاتف؟ تعالي وخذيه، ابنتك بحاجتك، ألا تريدينها؟ لا، لا، إنها أنا، صوت أيقظني، صوت الطمع والجشع، لا للمال أو نفوذ، بل لجسد طفلة بريئة تحاول النهوض من جديد، لا تستطيع، فثقل الزمن أهلك خاطرها. حب صاف لطفلة ال40. أنظر إليهم بكل قوة وأقول: أيا ترى ما المقابل؟ ثمن المكالمة، نعم، جسد وروح أم فراغ لتنفيذ رغبات شيطان. السجينة الأولى: وهي تنفي كلامها وتستهزئ منها. كيف؟ ماذا تخارفين؟ أنت جسد، روح، إذن صحيح ما سمعناه أنك مهووسة بالخوف ومرض التوحد. السجينة الثانية: وهي تصطنع النصر. إنها مريضة لا تفقه شيئا. حبيبتك عما تريدك، ألست بحاجة لها؟ تعالي، اسمعي صوتها وهي تلعب مع الأطفال، صوت أنفاسها وهي مشتاقة لك، ألا ترغبين بذلك؟ وأنا ألقي بيدي في اتجاه واحد وأقول: طفلة معذبة خائفة من المطر، تحتمي بالكذب، تشعر بالسعادة الفائقة، ولما وهي وجدت منزلا يأويها من البرد بين أحضانه غفت لتستيقظ وتجد نفسها داخل قبر الحياة، تحمل في أحشائها مضغة من تعبان لتنمو. ولكن من المسؤول؟ إنه المرض. أقف وبكل ثقة أمشي في اتجاه مكسور خاطرها تريد حنين ابنتها، وأتكلم: ابنة الهوى، أهذا ما تريدينه؟ هنا وهناك لا مكان للخير، بصيص أمل لا يوجد في حياتنا، إنه مرض مزمن يدعى بالهلاك. هل تسمعين؟ إنه صوت الموت يحيط بنا، إنها العاصفة، انتبهوا. لكن الطفلة الأربعينية لا تختبئ، فهي في عبو مظلم بين أياد تدعى الأمان، لتروي عطش الأيام في مصاحية الحياة. السجينة الأولى: وهي على إدراك تام لمغزى كلامها، تسقط خيبة أمل من على وجدانها، وتنكسر مهزومة لتجمع بقايا الحطام. نعم، إنه القدر المشؤوم. تقف لتجمع أشتات صوتها المبحوح، وتصرخ ثم تصرخ وتلوم الحياة على لعبها الملعون، لتقول: قضوا حبيبتي، قضوا يوم موعود لفتاة جميلة في ريعان الزهور، تحمل خطايا الأيام ووعيد الوحوش. أجد نفسي على فراشي أصارع أيام الوعيد، وعيد بالموت القريب، وأحكي لكم ما بقي من حطام قصتي. السجينة الثانية: ونيران الحقد المشع بالخوف، خوف من حقيقتها، ومع ذلك تحاول المقاومة. إنها تدعي وتبتليني، لا تصدقيها، لا تصدقوها، إنها مفترية. نظرات تخترقها بكل قوة، كما لو أنها أسد وسط الغابة. لحظة، ساد الهدوء، هدوء قبل العاصفة، لا يسمع سوى صوت صياح القطط. أنين السجينة، إنه قضاؤها، حصدت ما عملت على زرعه.
أرواح بريئة لا تجد مأوى بعد تشردها، لتستوطنها مآوي مادية تتجسد في أجساد فارغة، عقول مليئة بالخبث وغرائز الشهوات. إنها تستحق واقعها. أخيرا حققت رغبتي في 5 أشخاص وهم سينوبون عن صوتي. على فراش الموت أصارع آخر لحظات حياتي وأتذكر حكاياتي. لا مجال لرجوع. سأدعو إلى أن ينكسر الظلم داخل فضاء سعادتي مني ومنهن. سأخطو أولى قواعد النصر في سبيل الانتقام. سردت حكايتي ولن أنتهي بعد. إلى آخر لحظة أنظر خلف قضبان السجن وأقول: اليوم ستحكي ابنة 20 بقلب طفلة لم يتجاوز عمرها 7 سنوات، طفلة الميثم. سأحكي ولن أتوقف. أنظر كأنه أمس مضى لجميلة حسناء لعبت ببراءة مع الأطفال لينتهي بها المطاف على يوم كئيب تنام فيه على الرصيف وهي بنت 12. نعم، الحياة قاسية تجعل الإنسان يخطو خطوة الرجوع. أحس بالملل. تركتني الدنيا أصارع ما لا دخل لي فيه. أدور وأجول في كل مكان، أبحث، أقاوم لأجد نفسي في الهاوية. هنا توقف الزمن. لا أفهم ماذا حصل، لأستوعب في ندم أن جمالية وشقاوة الأطفال استحوذت عليها شياطين آدمية لتستمتع بلمسها وإرواء عطشها. رفيقات عمري يدرسون لتحقيق أحلامهم، لكن من أنا لأحقق كل هذا؟ المجتمع لا يرحم فتاة في ريعان الشباب مشت في درب الخطيئة والعصيان. أعلم أن القدر المشؤوم هو حياتي وحياة كل من سلك درب القضاء. أنا أخذت جزائي وسأرحل لتمني حياة أفضل لطفلة 12. أبتسم ليوم جديد ستتغير فيه مشيئتي. نعم، إنه يوم الخلاص الموعود. أستلقي على بساط الموت مبتسمة. ولما وأنا وردة الليل، وردة تصارع حياتها لأجد طريقا تقف عندها مشيئتي وأقداري. ليستمع المستمعون ما بقي من حكايتي وعباري. نعم، إنها محبوبة الجميع. كانت معكم كوثر من بودكاست